السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو هذا يلقاكم في احسن حال ان شاء الله. اليوم جديد بموضوع جديد. هاد المره جبت لكم 4 ديال النصائح باش تهتمي بمظهرك، عفوا ديما انا تلفه، بمظهرك الخارجي. 4 ديال النصائح، ما تشوف فين، بقى معايا من الاول حتى الاخر باش تعرفي هاد الشيء الا كنتي كتهتمي بمظهرك، ولكن ضروري خصك تعرفيه. 4 دغيا داكشي خف نزربان. ما تمشيو معايا فين، بقاو معايا. اول نصيحه اللي هو الاعتناء بالبشره ديالنا. ضروري ما خصنا نعتنيو بها. خاص يكون عندنا كريمات مرطبه وكريم سولير اللي هو كريم واقي من اشعه الشمس. هاد جوج ضروري خصهم يكونوا عندنا، وضروري نعتنيو بهم مره نديرو لي ماسك هكا نغديو البشره ديالنا. علاش لا؟ ضروري من الاعتناء من البشره ديال الوجه ديالنا. تاني حاجه البنات اللي هو الماكياج. دابا ولينا كنشوفوا بزاف ديال البنات عندهم واحد التخوف بشرائهم الماكياج، ولكن خصوصا البشره الحساسه، من الافضل تستشري الاخصائيين في هذا الشيء. يعني تمشي هكا عند طبيب تجميلي او لا شي طبيبه ولا طبيب ديال الجلد، هكا يقدر ينصحك ببعض من المستحضرات التجميل اللي غادي يجيولك مع البشره ديالك. ثالث حاجه البنات اللي هو العطر ديالنا. نختاروا واحد العطر اللي يكون على حسب الفصل اللي حنا فيه. بحال دابا مثلا في الصيف كنبغيو واحد العطور يكونوا حلوين، وفي البرد كنبغيو رويحات يكونوا قاصحين. ورابع حاجه والاخير البنات هو نعرفوا كيفاش نختاروا الملابس على حسب الجسم ديالنا. وهذا هذا القضيه هذه في كل ديما في كل فيديو كنقولوا لكم. والا كنتي محجبه غادي تختاري الشيران اللي غادي يناسبوا البشره ديالك لونا، والشده عاوتاني ديال الفولار حتى هي تكون كتوالم الوجه ديالك. الا كان وجهك دائري او لا طويل او لا، المهم ما كنت قلت لكم في واحد لا فيديو الانواع ديال الشيران اللي غادي يولموا كل وجه وكل بشره. وإلا كنتي بنت كتعري شعرك غتختاري الشده اولا شده اولا تسريحه اللي كتوالم الوجه ديالك، والصباغه اللون ديال الشعر اللي كتوالم البشره ديالك. كنساليو لا فيديو ديالنا، كنتمنى نكون فدتكم ولو غير شويه. وبسلام عليكم. اللي اول مره غادي يشوف القناه ديالي ما ينساش يدعمنا بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، هذا باش يبقى يوصلوا كل جديد. السلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد.